رسالة نارية من شوبير لمسؤولي بيراميدز بعد أحداث مباراة الأهلي. علق الإعلامي شوبير على أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري، مشيرا إلى أن إدارة بيراميدز قررت الدخول في خصومة مع جماهير الأهلي بسبب رفع أسعار تذاكر المباراة. وقال شوبير فيما يتعلق بمباراة بيراميدز والأهلي: قلت قبل كده القرار اللي خده بيراميدز برفع أسعار التذاكر المباريات كان خطأ جدا، لأنه حفز لاعبي الاهلي والجماهير، واشار ما فيش حد عاقل يدخل في تحدي مع جماهير، خاصة جمهور النادي الاهلي اللي دايما بيكون على الموعد والسبب الرئيسي في فوز الاهلي عبر تاريخه في كافة البطولات. واضاف شوبير في تصريحاته: من حق بيراميدز تحديد اسعار التذاكر، لكن من الذكاء والحكمة استخدام اللوائح بما يفيد فرقتي، مش يزيد الضغوط عليه. تابع الانديه الجماهيريه شيء وغير الجماهيريه شيء تاني، ما فيش حاجه اسمها اشتري جماهير. ما ينفعش نادي لسه حديث العهد يكون عنده قاعده جماهيريه في سنتين ثلاثه. واختتم شوبير: من حق الجميع الانديه تكون اللوائح متساويه على الجميع الانديه، لكن الحته الجماهيريه دي لوحدها يا معلم.